اهلا بكم في برنامج العالم، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن الهجاص رضا عبد العال. يعني الهجاص ما زال بيتكلم عن النادي الاهلي، ما زال بيحب يثير الجدل، ما زال اللي هو بيكره، وهو دايما ان هو على طول حاقد وغلاوي جدا جدا وكاره جدا جدا النادي الاهلي، وكلام تجاه النادي الاهلي كلام غير محترم. طبعا هو بيقول بيحب الترند واللقطه، قلت لكم قبل كده ده واحد بيحب الترند واللقطه، الهجاص عبد العال. فطبعا هو بيقول كلام بشع عن النادي، كلام غير محترم، بيقول كلام غير محترم عن النادي الاهلي، كلام بينم كلامه بينم عن التعصب والفتنه. فهو طبعا هو بيقول كلام كله كذب وافتراءات على النادي الاهلي. فطبعا هو بيقول حاجات اصلا مش موجوده على الواقع، بيقول حاجات اصلا من وحي خياله. فوضع على الاقل عملوا مرض نفسه، عملوا تعب نفسه، عملوا عقده بالسنين يعني. طبعا هجص عبد العال هو بيت وش بترام، ما عندوش شخص، ما عندوش مبدا في حياته، فتلاقيه هو منافق ومدرس وكذاب، وان هو بيكره وبيغل وبيحقد. والشرمه بتاع النادي الاهلي عملوا مشكله وعملوا عقده من سنين، لان هو بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا في بجد والله العظيم يعني حاجه في منتهى، يعني حاجه في منتهى الكذب وحاجه غير محترمه وحاجه في منتهى التعصب فتنه. تعالوا معايا كده. بس بسيطة. هيفيد النادي الاهلي. لا، انا بقول لك لا. ليه؟ مش زيزو مش هيفيد النادي الاهلي. يعني والله ده حاجه في منتهى الكذب بقى، اقول لكم ليه ده، لان ده يثبت لكم اللي هو بوشين، الشخص ده هو اصلا بوشين من زمان، بس الفيديو ده بيثبت هو بوشين، بس هو بوشين يعني منافق وهو بوشين. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. واحد بيكره النادي الاهلي بيقول كلام اي حاجه تضر النادي الاهلي، بيطلع يقول لك ان لو زيزو لو هو كان النادي الاهلي مش هيفيد النادي الاهلي، مش هيفيد النادي الاهلي اللي هو كان بيقول عليه احسن لاعب في افريقيا 4 سنين، بيقول لك يروح النادي الاهلي مش هيفيد النادي الاهلي. قمه النفاق. ده يبين لك اللي هو ب 100 وش، وده احنا عارفين من زمان ان هو ب 100 وش يعني الهجاص ده. فطبعا هو بيقول كده ليه؟ لان هو رايح النادي الاهلي، لكن لو رايح اي نادي تاني هيقول لك هيفيد النادي اللي هو رايحه، لكن بس عشان النادي الاهلي. فكره هو حقده وغله تجاه النادي الاهلي بطريقه بشعه يعني. فطبعا الهجاص طبعا هو كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. رضا عبد العال، اعرف حكمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استني في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم. رايح للأهلي أنسى وارجع فرحان أهلي كسبان.